عليكم، أتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قصة جديدة. أنا خديجة، كنت نخدم في سلك القضاء في مدينة شرشال، حتى وين تحقق حلمي وليت قاضية. والدي معلمين، وكاين غير أنا وخويا، وأنا من مواليد 1963 وخويا 1970. تربينا كيف في مدينة شرشال. كي كنت في الابتدائي كنت فصيحة اللسان وصوتي كان جوهري. بما أني كنت بنت معلم كنت نقعد بزاف مع بابا اللي ما كنتش نقرا عنده. هو ما حبشه باش ما نتفشلش عليه، وفي نفس الوقت خوفا من أنه يفضلني على التلاميذ الآخرين. هنا حطني في قسم المعلم بن تأثر اللي نحبه، وهو من المعلمين القلال اللي بقيت نتفكرهم في معياري الدراسي الطويل جدا. كان المعلم بن تأثر دايما يقول بابا بنتك خديجة يا تولي محامية يا تولي صحفية. صوتها قوي وفصيحة اللسان، بالإضافة إلى قوة الشخصية اللي عندها. هو كان يقصر مع بابا، وأنا كنت ننقش كلامه في ذاكرتي مليح وأحلامي، حتى كتب ربي وحققت هذا الحلم ووليت محامية. ولم أكتفي بذلك، بل وليت قاضية والحمد لله. تقول أختي لبنى نتمنى تشكري باسمي هذا الأستاذ من مدينة القليعة، وتقولي له تلميذتك خديجة بنت صديقك المعلم الشرشالي وزوجته المصرية. أقول لك معلمي جزاك الله خير. صح نجحت في الحياة العملية، وصلت لكل تمنيته، سافرت، درت دراهم، بنيت دار، شريت السيارة اللي تمنيتها، لكن بالنسبة لي لقيت روحي ما نجحت في الحياة العائلية. ربما تقولوا علاش؟ نقول لكم بصح كما يقولوا العجائز مازال فراشي بارد وما عنديش شريك حياتي. جوني شحال من خطابة كي كنت نوالي من الخطابة، وكنت نرفض كل مرة ونقول هذا طامع فيا، وهذا طامع في دراهمي، وهذا مش شباب، هذا قصير، وهذا وهذا وهذا، حتى ما ولا يجوني حتى واحد. هذاك الوقت خلاص كان فات القطار. كنت خبيت بزاف دراهم، وكنت حابة ننتقل من المنزل اللي كنت عايشة فيه مع والديا، لأنه عندي قريب عام ملي خرجت تقاعد. بقيت عايشة مع والديا الله يحفظهم في الدار تاع شرشال. خويا اللي حكيت لكم عليه في الأول عنده بزاف ملي راح للألمان وتزوج تما بوحدة سورية، وربي يرزقه بأبناء معاها كي السكر. قبل ما نبدا التقاعد تاعي بأشهر فقط هرب بولادو ومرتو من الألمان وجا باش يستقر نهائيا في الجزائر، إن شاء الله العقوبة ليا. وهذا بعد ما ولاو يفرضوا على أولادو في المناهج الدراسية أمور لا تمت لديننا وعاداتنا بأي صلة، منها المثلية للأسف الشديد. على هذا قرر يجيب أولاده ويجي للجزائر، والحمد لله كان عايش معنا في نفس الدار، وما تفاهمناش أنا ومرتو للأسف. وباش نكون صريحة، المرأة تبقى مرأة وتكون وين وصلت في المستوى الدراسي والثقافي. وهنا راني نهدر على روحي طبعا، لكن ما كنتش حابة نزيد نصغر عقلي أكثر. والحق يقال مرت خويا إنسانة ما شاء الله، وهي متفاهمة مع خويا وتحبه، والله تقول عليها خرجت من مسلسل باب الحارة. يا أخي قررت نخليهم يتهناو، وطلبت من بابا ويما اللي هما كبار في العمر أنهم يجوا ينتقلوا معايا قبل بطبيعة الحال. كان عندي بزاف من شريت قطعة أرض في منطقة حجرة النص. بنيت دار شابة مقابلة البحر، كبيرة واسعة، كانت أوسع من الدار اللي كانت تجمعنا أنا وبابا ويما وخويا ومرتو. بهذه الطريقة قلت نقص المشاكل اللي بيني وبين زوجة تاعو، يعني زوجة خويا، في نفس الوقت ما نهدمش دارو بالمشاكل تاعي وتاع مرتو. الحمد لله كنت كملت بنيت الدار وتولتها بقاع واش كنت نتمنى. خلينا له كلش، رفدنا برك حوايجنا. بعدها انتقلنا، كان هذا في صيف 2023. حكم انه الدار جديدة والجيران جدد مازال ما نعرفهمش، ما كنتش نبات برا داري طبعا، بقاو معايا والديا. انا بعد ما ديت التقاعد تاعي قلت نصرف دراهمي على التحواس، نخليهمش للورثة من بعدي. طبعا اول حاجة واول رحلة درتها هي كانت العمرة مع بابا ويما، والحمد لله اللي كانت في ربيع تاع 2024 العام اللي فات. خليت الدار أمانة لجارتي ما شاء الله عليها واسمها فاطمة الله يذكرها بالخير، ورحت مطمنة الحمد لله.
درت العمرة مع والديا ورجعت. كي شفت بلي المنطقة آمنة وما كانش فيها سراقين، وليت من داك لداك ندي والديا ونروح الحمامات نحوس بيهم. الحاجة اللي ما داروهاش في حياتهم درتها لهم، كانوا راضيين عليا. نقدر نقول بلي نجحت في حاجة واحدة في الحياة العائلية، وهي رضاية الوالدين، والحمد لله. وهذا يعني نجاح دنيا وآخرة. لا لا لا، درك راني رايحة نحكي لكم كيفاش لقيت بهذه السيدة الفرنسية وكيفاش ولينا كالخيات. في نهاية شهر نوفمبر 2024، يعني ما عندهاش بزاف، وبعد ما عطلنا ربي ايامات دافين رغم اننا في اواخر نوفمبر، بابا قال لي حبيت نروح لوهران لمركز علاجي. وليت انا نحس ما بابا كيشغل ولادي ولاو يتفشوا عليا واللي يطلبوه نديرو. قلت نقعد شهر كامل نعالج في بابا ويما بالمياه المعدنية في وهران، يعني في هذا المركز. كان عندنا برنامج منظم ما شاء الله. والديا كانوا فرحانين بزاف، لقاو رواحهم وتحسنت صحتهم. كنا كل عشية نروحوا لشط البحر نسهروا لساعات وساعات، نلحقوا حتى 11 تاع الليل باش ندخلوا البيوت تاعنا ونرقدوا. كي لحق الاسبوع الاخر تاع السيجور تاعنا، يعني تقريبا نهاية شهر ديسمبر 2024، تقريبا في الليلة من قبل الأخيرة كنا سهرانين على شط البحر كالعادة. قال لي بابا اليوم نطولوا شوية، قادر نولي وقادر ما نوليوش. وصلنا حتى الوحدة تاع الصباح، كنا وحدنا، ما كان كاين معانا حتى واحد. حتى وسمعنا صوت تاع محرك قارب، كان الصوت بعيد شوية بصح يبان بلي قوي، واللي يقرب كل ما يقرب كل ما يزيد الصوت، حتى نشوفو قارب حبس قدامنا قدام الشط اللي كنا فيه. هذا القارب اللي يقولوا له الحراقة السريع، يعني فيه بزاف محركات. حبس، هبطت منه مرة معها 3 دراري، وعاود هو قلع وراح. بقيت انا وبابا ويما مشوكين. جات عندنا هذيك السيدة اللي جات تجري، وهي سيدة تبان بلي انسانة محترمة، ما تبانش بلي واحدة من تاع القوارب تاع الموت. ولادها صغار، الكبير فيهم يبان في عمره 10 سنين حتى 12 سنة هكاك. كانوا يبان عليهم التعب والخوف. سقسيتها شكون انتي، واش راكي ديري هنا، فاهمينا؟ كانت تهضر بالفرنسي وتبان بلي كلمة ما تفهمهاش بالعربية، يعني حتى ما كانش تفهم واش كنت نهضر معاها. الحمد لله انا كنت نعرف اللغة الفرنسية، وحتى بابا ويما يعرفوا اللغة الفرنسية. تكلمت معاها بالفرنسي، قلت لها واش جابك هنايا؟ قالت لي انا فرنسية بصح من اصول جزائرية، هربت بولادي من السوسيال تاع فرنسا، حبوا يخطفوهم لي هربت بيهم. قلت لها بصح لازم تسلمي روحك للسلطات باش يحميوك. وكانت خايفة لي يرجعوها لفرنسا، كانت تبكي وتحلل فيا وتقولي اديني معاك لدارك ربي يعيشك، يعني بالفرنسية. انا ما عرفت كاع واش ندير، وبحكم كنت نخدم في سلك القضاء كنت عارفة بلي هذا الشيء خطير عليا، بصح كنت عارفة تاني بلي قادر يرجعوها لفرنسا بحكم الاتفاقيات اللي بين الجزائر وفرنسا. غلبت عليا العاطفة وقلت ما عليا إلا نحميها هي وولادها. وبابا ويما كانوا موافقيني في الرأي. غاضوهم هذوك الدراري مساكن. خممنا مليح ورحنا جبنا لهم عشاء هي وولادها، كلات غير شوية ولكن الدراري كلاو وفرحوا. وفي هذاك الوقت فهمت مع بابا ويما ندخلوا للدار في هذيك الليلة. والله ما عرفت كيفاش دارت فينا الثقة وحنا ثاني درنا فيها الثقة. قالت لي اسمها ليديا وهي فرنسية متزوجة بجزائري من البرج. ولادها تاني فرنسيين واسمائهم على توالي. الكبير محمد عنده 12 سنة، بعده راسيم وناسيم توأم عندهم 7 سنين. كانت حاسة كأنها راهي محمية معانا. بابا كان من القدام معايا في سيارتي وانا نسوق، وهي من اللور شادة واحد من التوأم في حجرها والتاني في حجر يما، ومحمد في وسطهم. كانت حاسة في وسطنا بواحد الحنانة وبواحد الدفا والأمان، كأنها تعرفنا من بكري. سبحان الله، كانت مخلوعة المسكينة. قالت لنا كنت حاسبة بلي راح نلقى قدامي صحراء وكامل اللي فيها إرهاب، يعني عطاو لها صورة عيانة على الجزائر. وكشفت وهران بأضواءها الليلية الساحرة وطرقاتها الواسعة، ولقاتني أنا والدي ناس ما شاء الله وكاين الأمن، لدرجة مرات تسوق السيارة فارغة في الطريق السيار وفي الليل ما فهمت والو. بدا يبان عليها التعب والعيا. على هذيك رقدت مع ولادها حتى قريب وصلنا، يعني سوايع وهي راقدة، بينما ما كانش ترقد في اليامات اللي سبقوا هذا اليوم اللي تلاقاتنا فيه. وصلنا لحجرة النص مع الصباح، كانت كاينة شوية برودة خفيفة. فطنت ليديا وهي مازالها حاسبة روحها في منام.
وبعدها فطنوا ولادها، وصلنا للدار، هبطنا الدوزان، كي شغل كنا فاميليا وحده. حسيت ربي بعثني ليها، ما عرفتش واش راه مخبي لي ربي سبحانه مع الايام الجايين مع هذه الانسانه. وصلنا ومن التعب تاع السفر قلت لها الطابق الفوقاني راهو فارغ، استعمليه مع ولادك وديريها بشغل دارك، وخليت يما وبابا في الطابق السفلي. ورحت لأقرب حانوت شريت واش كتب ربي من قضيان تاع ماكلة وحوت وأمور أخرى كثيرة، من بينها حوايج الأبناء تاعها، وهي ملقيتش معاها مشكل خاطر تلبس قدي. كي رجعت للدار عيطت لها، جات عاونتني في الدوزان، طلعناهم للدار وقلت لها نخليك تريحي مع ولادك، أنا نهبط لعندي ما وبابا. ما تتصوروش فرحتها شحال كانت كبيرة، عنقتني وهي تبكي تبكي تبكي. تفكرت بلي في الطابق الفوقاني اللي هي فيه ما كاش سجاده وطقم صلاه، لانها هي ماشي محجبه اصلا، ما عندهاش باش تصلي. هبطت جبت لها شويه من حوايجي وزدت فوقهم طقم صلاه وسجاده. هنا انتبهت بلي راهي دايره سلسله فيها الصليب. ما فهمت والو، حتى هي كانت حشمانه وخايفه من رده فعلي. انا تبسمت وعنقتها وقلت لها ما تخافيش، راكي في ضيافتي وامانه عندي. نحيت الطقم تاع الصلاه هذاك والسجاده وجيت هابطه، هي دموعها ما نشفوش وقاعده غير تشكر فيا. وانا هابطه جات تجري قالت لي تعيشي، مدي لي السجاده وري لي القبله. وقبل ما نطرح عليها اي سؤال هي وحدها واش قالت لي انا ماشي مسلمه بصح ولادي مسلمين ويصليو. تقول لي والله يا بنتي لبنى غير بكيت هاد المره ومن قلبي، حتى هي ولات تسكت فيا. قلت اكيد ربي يحبني وحطني في طريقهم. استعفينا في النهار الاول طبعا، وخليتها براحتها تماما، وزدت قلت لها تليفون راهو في الخدمه تاعك، تحبي تتواصلي مع اهلك وتطمنيهم ما عليك دبري راسك. في الصباح هبطت ليا هي ولادها، لقات بابا ويما في الجنينه. كانت مور الدار هاد الجنينه، كانوا يسقوا في النوار ينقوا فيها اللي غبنا عليها شهر كامل. كنت انا رحت عند جارتي فاطمه الحنونه اللي خليت عندها القط تاعي وجبته، ولقيتها وجدت لي مسمن هايل، وقالت لي ما تخميش في الفطور رايحه نوجد لك المحاجب. تعرفني نموت عليهم. هنا قلت لها كثري شويه راهم عندي ضياف في الدار. كي رجعت من عند جارتي جبت القط تاعي والمسمن هكاك سخون. هنا لقيت ليديا ولادها لابسين الحوايج اللي جبتهم، وكانوا بزاف نقيين على الحال اللي شفتهم عليها البارح. سلمت عليا هي ولادها، وهنا قلت لهم ارواحوا تذوقوا حاجه سبيسيال جزائري. حطيت المسمن فوق الميده كانت محطوطه في الجنينه، وكامل اليدين تمدوا مره واحده فيها. ضحكنا وكلينا المسمن. بعدها قالت لي ليديا نعرف هاد الماكله، راجلي يشريها لنا من عند الجزائريين في السوق الشعبي تاع بارباس. من بعد ما كلينا المسمن ولادها شدوا القط تاعي وبداو يلعبوا معاه، وهي قالت لنا اذا ما عندكم حتى شغل نحكي لكم حكايتي، على بالي راكم تتسائلوا واش صرالها. بدات تحكي وحنا نسمعوا فيها بكل اهتمام، ومن داك يغلبونا دموعنا حزنا على واش عاشت هاد المخلوقه. بابا اللي مرات قليله في حياتي شفت دموعه هذاك النهار ولا يبكي طفل صغير. قالت لنا نبدا لكم من الاول. انا اصولي جزائريه، هنا هي راهي تحكي تقول وسمني ليديا وجدي جزائري وللاسف كان حركي، ومع الاستقلال طبعا ما بقاش في الجزائر خوفا على حياته وحياه ولاده. رفدهم وراح لفرنسا، وتم سجل ولاده في المدرسه عادي، غير ياسمينه اللي بقات في الدار لانها مشلوله الاطراف السفليه. بصح مع الوقت جاوا الراهبات للدار باش يتفقدوا حال الدار ونظافه الابناء، لقاو كامل الابناء يقراو غير ياسمينه. سقساهم علاش ما تقراش، قالهم باباها هي معاقه حركيا وما عندوش وسائل باش ينقلها. راحوا وفي الصباح جاء وجابوا معاهم كرسي متحرك وبزاف من الحوايج لخاوتها، وهي قالوا لهم ندوها معانا، يمها شبعت تبكي عليها. بصح الراهبات طمنوها قالوا لها ندوها للطبيب يفحصها برك ورجعوها، وقالوا لي مها اروحي معانا باش ما تتقلقيش. هنا كان عمر ياسمين 14 سنه. بعد ما تم الفحص تاع ياسمين اليوم كامل قرروا يدخلوها للسبيطار باش دير عمليه وربما اكثر من عمليه. الحق الام تاعها كانت مطمنه عليها بعد ما شافت كيفاش كانوا يتعاملوا معاها كيفاش يداوها. دام العلاج تاع ياسمين سنوات وهي من مصحة لمصحة في مستشفى الأعصاب. جاي هاد المستشفى تاع الأعصاب جاي في شمال شرق باريس في منطقة واسمها كخي. هنا حبها الطبيب المعالج تاعها اللي كان كبير عليها بحوالي 20 سنة، وهي هنا كان في عمرها 20 سنة. كان فرنسي طبعا وماشي مسلم. طلبها من باباها، وباباها بدون أي اعتراض زوجها بالطبيب.
هنا عاشت معاه حلم ما كانش تحلم به، وما كانش عندها مشكل تاع الدين، لأنها كي طولت في المستشفى كانوا الراهبات يجوا يقريوها، وطبعا كانوا يعلموها المسيحية، على هذا ولات تنتمي لهم. ياسمينة ما براتش، يعني ما ولاش تمشي، لكن الشلل تاعها توقف، ما ولاش يتضاعف، وكان السبب تاعو مرض نادر شوية واسمه سكليروز اون بلاك. طبعا المرض هذا عصبي ومن الصعب بزاف علاجه، واليومنا هذا مازال صعيب. غير انه ياسمينة قدرت تكمل حياتها عادي فوق الكرسي المتحرك. كانت شابة رغم انها كانت مقعدة، بصح كانت تمرة ونص، نظيفة ومرتبة. بعد عام زواج رزقها ربي بوليدها الاول جيريمي، بعدها زادت وزادت حتى جيت انا ليديا، وانا هي الاخرى في خوتي اللي هما 4 ذكورة وانا الطفلة الوحيدة. كنت انا الطفلة الحلوة المفشة المحبوبة، سواء عند بابا طبيب ولا يما ياسمينة وتاني خوتي، وفي عائلة جدي الجزائري وجداتي الحنينة واخوالي. كبرت ودخلت المدرسة، وكنت دايما الأولى في قرايتي، حتى وصلت الجامعة قريت فيزياء نووية ونجحت، وغير تخرجت من جامعة الأبحاث والفيزياء في نونت لقيت الخدمة ديريكت. هنا كنت نترقى من منصب الخوح، ومرة طحت مع واحد كان جديد في الخدمة ويحتاج واحد يعلمه. غير شفتو طوعت باش أنا هي نكون اللي نعلمه ونكون الرئيسة تاعو. كان شباب بزاف وبيض وطويل وعنده شخصية بزاف قوية، تعلقت به بلا ما نفيق. وهنا عرفت بلي العلاقات الغرامية اللي جازوا عليا قبل كانوا كامل نزوات، ما هي إلا غريزة حيوانية مؤقتة. من نظرة تاعو حسيت حنان واحترام عمري لا حسيته في راجل من قبل. شفت في الدوسي تاعو وعرفت اسمه، هو سامي، وقلت له أنا ليديا، وطلبت منه يعيط لي باسمي بدون ألقاب وبروتوكولات. كان بزاف محترم ويحاب المهنة تاعو. مع الوقت بانوا المشاعر تاعي ليه، وحتى هو حسيته يحبني برك ما يعرفش يعبر. عرضته أنا باش نفتح له الباب، عرضته لأحد الحانات القريبة من الخدمة. هنا فاجأني كي رفض بأدب وقال لي بلي أنا مسلم. قلت له أوكي ما عنديش إشكال، نروح معاك لأي مكان أنت تختاره، المهم نخرجوا. اداني لواحد الحديقة قريبة، وهنا أنا اللي قلت له بلي نحبك ومستعدة ندير أي شيء باش نعيش معاك. طبعا كنت نحسب عادي نعيش معاه بلا زواج، وبعد ما يجوا ذراري نديروا عقد مدني. هنا زاد فاجأني كي قال لي أنا جزائري وعندنا الزواج مقدس. هنا تفكرت أصل أمي الجزائري اللي عمري لا كنت نحب نهضر عليه، وتم تبدل كلش. وتمنيت لو كنت نعرف بزاف حاجات على الجزائر، وتمنيت لو كنت نهضر اللغة العربية ولو كلمات برك، غير باش نعجب سامي ويفرح بيا. شاف الشغف اللي كان عندي ليه وحس بيا، وهنا قال لي بكل حشمة حتى انت تعجبيني. طرت من الفرحة وما عرفت حتى لقيت روحي معنقاتو، وما عرفش هو باش التبلة. بعدها فهمني بلي ما يقدرش يمسني حتى نتزوجوا. انا هنا تحقق حلمي الزواج مرة واحدة، وهذا مستحيل نلقاوه عند فرنسي. الفرنسيين اصلا ما يتزوجوش، يديروا كونطرا تاع زواج كي شغل عقد الشراكة. ما طولناش انا وحبيبي سامي وتزوجنا، وهو ما فرضش عليا نبدل ديني، احترمت دينه وعاداته وهو تاني. شرط لي حاجة، انه اذا حبيت نجيب ولاد معاه لازم نربيهم على الاسلام. قبلت طبعا بدون اي اعتراض. نوصل الان الوقت قريب، يعني رايحة نفوت بزاف احداث ونروح للاهم. نزادوا عندنا ولادنا، وعمره لا قال لي نروحوا للجزائر، هو اصلا يتيم. كانوا ولادنا اذكياء بزاف كيما والديهم طبعا، وهو اللي كان يختار الاسماء تاعهم، وهو اللي كان يربيهم ويقريهم. انا عليا نطيب ننظف وهو التربيه. عمرنا لا كان بيناتنا مشاكل، نحبه ونطيعه وهو يحبني ومتهنيين، ما خصناش دراهم ولا الحب. مرة من المرات، وهذا في نهاية شهر نوفمبر 2024 اللي جاز، سمعنا في الأخبار عن خبر اعتقال واحد واسمه صنصال من طرف السلطات الجزائرية. بعدها راجلي ولا يتبع هذه الحكاية بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لي بلي راهم السلطات الفرنسية ينتقموا من حراقة على جال هذا المشكل تاع صنصال. الحق أنا ما اهتمتش بالحكاية بزاف، وعمري لا درت في بالي بلي رايحة توصلني حتى لداري. يامات برك حتى جاتني رسالة من المدرسة تاع ولادي، من المتوسطة اللي يقرا فيها وليدي الكبير محمد. جاني استدعاء، رحت مخلوعة ماشي فاهمة حتى حاجة. غير دخلت قالوا لي وعلاش واسمه محمد وانتي فرنسية. بعدها قالوا لي علاش ما ياكلش في المطعم، وسكسوا بزاف أسئلة وما خلونيش نجاوب. وصلوا من قالوا لي علاش دايما يقرا مليح ويجي الاول في الصف تاعو، باين بلي راك تضر به. هنا خلاوني نخرج ونديه معايا. ما كنتش عارفة بلي هذه آخر ليلة راح يبات فيها مع خاوته.
وصلت للدار وقلت كلش لسامي راجلي، وهو كان خايف بصح ما بين ليش، وقال لي أسئلة روتينية وعادي. في الصباح رحت وصلت ولادي المدرسة عادي، ورحت لخدمتي هكا عادتنا، أنا نوصلهم وراجلي يجيبهم العشية. حتى عيط لي سامي يقول لي السوسيال داولنا محمد، تما فشلت. تلاقيت سامي عند إدارة المدرسة، وهنا كانوا صارمين بزاف، قالوا لنا بكل وقاحة إذا راكم حابين تديو معاكم التوأم وخرجوا بلا ما ديروا فوضى. داو الرقم تاع زوجي وقالوا له نعيطوا لكم مرة في 15 يوم تهضروا معاه، وأي محاولة للاقتراب منه أو الاقتراب من المدرسة تاعو نزيدوا نحولكم التوأم. أنا وليت نمشي بالسيف، ساعفني سامي باش رجعنا للدار. ملي رجعنا وحنا نخططوا كيفاش نرجعوا محمد، قال لي راجلي بلي الطرق الإدارية مستحيلة وتأخذ وقت أصلا وبلا فايدة. نقول لك حاجة، كما يقول المثل ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، خطفوه لنا نخطفوه لهم، هذا هو الحل. فات 15 يوم الولا كأنها قرون، بصح حنا كنا نحاولوا نبانو طبيعيين قدر الإمكان. كنت نروح لخدمتي كل يوم، ولكن الخطة كانت مدروسة غير بيني وبين سامي. وصل اليوم اللي اتصلوا بينا السوسيال باش نهضروا مع وليدنا. طبعا كان يوم الأحد يوم عطلة، وهنا بقينا سوايع وحنا نستناو في التليفون، قريب هبلت، وسامي كان غير يكلمي فيا. صونا التليفون على 12 بيل، وهذا من سهرنا. هدرت أنا طبعا وزدت للهاتف باش يسمع سامي. هدرت معايا مرا قالت لي عندك 4 ساعة تهضري مع وليدك. هدر معايا محمد وكلامه كان يرجف، باين بلي كان خايف. أنا طمنته وقلت له ما تخافش راني معاك، وكنت عارفة بلي راهم معاه. سقسيته أسئلة عادية. أنا بعد ما قلت له ماماك الجديدة تحبك راه يدوش لك، قال لي ما كاش ماما، كاين زوج بابا. هنا الدنيا دارت بيا وفشلت. وليدي ذكي، غير شاف المراه هذيك راحت باش تفطر، لانه قلت لكم عيطوا لي على 12 من زهرنا. غاول وقال لي ماما بدلوا لي اسمي. هنا غاول تعطيته خطه، وهي في الصباح كي يروح المدرسه يروح عادي، وكي توصل 11 تاع الصباح يرد روحه بلي يتوجع بزاف في كرشو باش يدوه للمستشفى. فنحاول نكون تما ونستناه ونخرجوا من المرحاض. فهمته بالخف واش يدير، وبعدها كبيت. في الصباح رحت لخدمتي عادي بعد ما وصلت ولادي المدرسة، وعلى 10 تاع الصباح طلبت من الإدارة نخرج على أساس عندي موعد مع الطبيب. خرجت ورحت مباشرة للمستشفى اللي قريب من المتوسطة تاع وليدي. دخلت ولبست لبسة تاع عاملة نظافة تاع وحدة نعرفها. دخلت المرحاض وبقيت ساعة وانا تما نقي. وصلت 11 تاع الصباح والخطة نجحت. دخل وليدي المرحاض على أساس حب يتقيا. غاولت ديتو من خرجة واحدة أخرى ودخلنا للقبو، نحيت الحوايج تاع عاملة نظافة وركبت وليدي في السيارة وقلعت. أنا في الخرجة ونشوف حركات على الحرس تاع المستشفى يجروا، كنت سلكت خرجت نجري، وكنت خلاص فهمت مع راجلي يجيب لي توأم من خارج المدينة. كان قال لي راجلي ما تديش بزاف الدوزان باش ما يشكوش فيك، وروحي لإسبانيا وتتلاقي بواحد الجماعة راهم يستناو فيك تما. وكان راجلي دبر لي تليفون وبيس جديدة، هو تم ما كانش يستعمل الهاتف تاعو باش يهضر معايا. مشيت بلا ما نحبس حتى وصلت الحدود الإسبانية. هنا كان أول اتصال من عند صاحب راجلي باش ما يشكوش في راجلي. المهم خبرته وين راني وكملت. وصلت لإسبانيا لقيت الجماعة اللي قال لي عليهم سامي، الحقهم حراقة بصح تهلاو فيا وبيتوني عندي مات واحد منهم. جازوا 3 أيام باش قدروا يدبروا لي السريع وراني جيت للجزائر. هنا داو السيارة تاعي مقابل الرحلة، طبعا رايحين يبيعوها قطع غيار ولا دبروا رصانهم. المهم كان هذا هو المقابل. قبل ما نقلعوا قدرت نهضر مع صاحب راجلي اللي قال لي بلي شدوا سامي عند الشرطة في الحجز باش يضغطوا عليه ونرجع دراري، لكن ما تراجعتش وركبت في البوطي وجيت للجزائر وراني قدامكم. الأخت خديجة تهلات فيا وفي ولادي وخلاتني نحب كل حاجة في الجزائر، ووعدتني أنها تتكفل بقضية زوجي وتوصي زملائها لي في الخارج باش يطلقوه. ولادي بداو يحبوا الجزائر وما حبوش يوليو لفرنسا، وانا القاضية خديجة الآن يا لبنى عزيزتي كاين بزاف مغتربين راهم يعانيو من سحب أبنائهم من طرف السوسيال. وبالنسبة لقضية ليديا راهي عندها أقل من شهر طبعا، وراني والحمد لله اتصلت بزملائي في فرنسا باش يوقفوا مع رجلها، وانا راني ندير اللازم هنا باش نخرج لها الجنسية الجزائرية ليها ولولادها. وتقول نوعدك انه رايح يكون جزء ثاني بحول الله نهار اللي تفرع. ونبشرك بأن الأخت ليديا راهي دخلت الإسلام وراهي ناوية تصوم رمضان معانا الجاي. راني حابة نعرف في التعليقات هل يا ترى كاين بلدان أخرى في أوروبا أو في دول أخرى عندهم هذا المشكل
سحب الأبناء. شكرا لأنكم سمعتوا هذه القصة المؤثرة والمعبرة واللي قاصتني بزاف. ماذا بيا تبارطاجوها قدر الإمكان مع أصدقائكم، وإن شاء الله تكون نتيجة مفرحة وتعاود ترجع لنا خديجة بخبر يخلينا نفرحوا ويثلج قلوبنا. ودوكا نقولكم مع السلامة، نلتقي في قصة جديدة.